السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم طاقة ممدوح في فيديو جديد بوصفة جديدة ان شاء الله هتعجبكم. متنسوش قبل ما نبتدي في الفيديو اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد وعشان تشجعوني نعمل فيديوهات اكتر بوصفات اكتر. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وصفة النهاردة حلوة جدا وهتحبوها قوي. انا كنت عملت فيديو قبل كده على نفس الاكلة بس هعملها تاني معاكم. هنعمل لحمة ببصل وكمان بيتعمل جنبها رز ابيض بتبقى تحفة. هنا معايا 2 كيلو لحمة، قطعتهم كده مكعبات صغيرة. وكمان اللحمة بيبقى فيها دهون، لما بيبقى فيها دهون كده بتدي طعم حلو قوي، بتبقى حلوة جدا. وكمان بقى تاكلوها مع الرز الابيض او بالعيش بالصوص بتاعها ده كده على الرز، فظيعة حلوة جدا. هنا في حلة على النار هحط فيها معلقة كبيرة كده سمنة بلدي، وهحط كمان حوالي معلقتين كبار زيت. طبعا انتوا تحطوا الدهون اللي انتوا عايزينها، سمنة زيت بس زي ما انا بقولكوا لو عملتوها بنفس الطريقة دي كده بجد هتلاقوا لحمة ببصل في حتة تانية حلوة قوي. هنا كده هنسيح السمنة. لما بيسخنوا معايا هنزل باللحمة عليها وهشوحها مع الزيت والسمنة. بجد الخطوة دي مهمة جدا، بتدي تست كده حلو انكم تقلبوا اللحمة الاول، تشوحوها مع السمنة والزيت لحد لما تاخد معاكوا لون كده. بس بعد كده هحط بقى ايه شوية كده التوابل بتاعتنا. هحط معلقتين صغيرين فلفل اسود، وهشوح برضو كده شوية. بصوا لونها بيبقى حلو قوي. زي ما بقولكوا الخطوة دي بجد مهمة وبتنزل المية بتاعتها. بيبقى طعمها كل حاجة كده، طعم جوه كل حتة لحمة كده، كل حاجة طعمها حلو قوي. بعد كده بنحط ورق لورا، ودي معلقة كده صغيرة بس مليانة السبع بهارات. وهنا بابريكا. بصوا كل لما بنحط حاجة بنقلب شوية. بصوا اللحمة اصلا نزلت المية بتاعتها ازاي. بجد اصلا اول ما حطيت عليها البهارات دي كده كانت ريحتها طلعت، كانت حلوة قوي. بصوا بعد كده هنحط مية. هسيبها يعني حطيت حوالي عليها كده كوبايتين مية، وهسيب بقى لحد لما يعني ممكن تدخل في السوا كمان، يعني تبقى خلاص هتدخل في السوا كده. بصوا يعني ما حطيتش مية كتير. هنجهز بقى البصل على لحد لما زي ما قلتلكوا تدخل في السوا شوية. طبعا احنا عاملين لحمة ببصل يعني لازم يبقى بصل كتير. انا عملت حوالي 6 بصلات قطعتهم كده جوليان. بصوا هنا كانت اللحمة يعتبر اصلا خلاص كانت استوت، بس لسه يعني بتشد شوية. فحطيت بعد كده بقى، بصوا المية كانت قلت. حطيت بقى عليها البصل. بصوا بشوحه كده، بقلب البصل مع اللحمة كويس. بعد كده برضو هقطع قطعت 4 طماطميات مكعبات كده صغيرة وحطيتهم عليها.
هنحط بقى الملح علشان ما كنتش حطيت ملح هنحطه بقى في الاخر. حطينا بقى الملح، حطيت حوالي المعلقة الصغيرة بتاعة التوابل دي، انا حطيت 3 معالق من الصغيرين دول. وقعدت بقى يعني ايه، قلبت فيها كده شوية، وبعد كده غطيت عليها وسبتها لحد لما لقيتها استوت تماما. بصوا بجد ريحتها فظيعة، طعم الصوص بتاعها خطير. حطوا مع الصوص بجد. انا بحب جنبها جدا الرز الابيض، بحس هو اكتر حاجة لايقة عليها، مش الرز بشعرية. بس زي طبعا تعملوا اللي انتوا حابينه واللي بتفضلوه، بس بجد بتبقى تحفة فظيعة. ان شاء الله جربوها كده وهتعجبكم. هستناكم تقولوا لي رأيكم ان شاء الله في الكومنتات. ما تنسوش اللايك والاشتراك، وكل سنة وانتم طيبين. وكده فيديو النهاردة خلص، انتظروني في فيديو جديد. باي باي.